السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بألف خير. جايه لكم النهارده بالبسارية المخللة او الملوحة اللي هي البسارية دي بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. طبعا في ناس كتير من عشاق الملوحة والفسيخ والحاجات دي وانا منهم طبعا. زي ما انتم عارفين عملت لكم قبل كده الفسيخ وازاي وطريقة تخليله وازاي تطلعوه بالطعم المظبوط والملح المظبوط. كمان النهارده هعمل لكم البسارية. بصوا شكلها عامل ازاي، حاجة كده في منتهى الجمال، حاجة دايبة دوب زي ما انتم شايفين. وتخليلها بصوا اقل من اسبوع بالظبط كده وهتطلع زي ما انتم شايفين. وكل ما بتبقى اكتر على فكرة كل ما بتبقى احلى. يعني محدش يقول لكم 3 ايام، لا، مفيش بسارية بتتخلل في 3 ايام، اسبوع على الاقل وهتاكلوا احلى بسارية زي ما انتم شايفين. هتطلعوا تاكلوا على طول وتحطوا الليمون على طول كده وتاكلوا احلى بسارية زي ما انتم عارفين. بتتخلل بطريقة سهلة جدا وسعرها غالي، مش عارفة ليه، مع ان كيلو البسارية كله على بعضه ب20 جنيه مش حاجة. انا جايبة البسارية دي ب20 جنيه وفي اماكن ارخص من كده. حاجة تحفة تحفة، ريحتها في منتهى الجمال، طعمها في منتهى الجمال. يلا ادوا الليمون كده على البسارية والبصل الاخضر وادوها. تعالوا معايا نشوف الطريقة انا عملتها ازاي. بصوا اول حاجه كده هشتري بسارية. هقول لكم على شويه حاجات كده في البسارية او في السمك عموما علشان تعملوا اي ملوحه وتطلع، او مش ملوحه، فسيخ، سردين، الحاجات دي عشان تطلع حلوه ونتيجتها مضمونه. اول حاجه بصوا السمك اولا يبقى طازه، يبقى صابح زي ما انتم شايفين. بصوا انا جبت البسارية طلعت فيها سردينيه كبيره كده مفيش مشكله. السمك يكون بيلمع واحمر مش بهتان، لا، يبقى طازه علشان يديكي نتيجه حلوه وما يتهريش معايا في التخليل. يكون مهم جدا يكون طازه، حجمه يكون كبير ما يكونش صغير، خصوصا في البسارية علشان ما تتهريش مني وانا بخللها، لانها بتقعد طبعا فتره كبيره في الملح فاقدر اكل منها، يكون حجمها كويس. في كذا نوع من البسارية فما تاخدوش الصغيره خالص. هقول لكم بقى على طريقه الغسيل بتاع البسارية علشان في ناس مش بتغسلها وانا مش بفضل كده. لا، انا اي ملوحة او اي فسيخ او اي سردين بعمله بحب اغسله. في ناس المحلات والكلام ده كله مش بيغسلوه، بس انا بفضل ان انا اغسله. انا عامه غسلاه بس بوريلكم انا غسلته ازاي. عندي طبق كبير كده فيه ميه وبحط البسارية بتاعتي في مصفى وبنزل كده وبقلب تقليب بسيط. خلي بالكم لان البسارية حساسة جدا جدا وبتتهري من اقل حاجة. انا غسلاه بس بوريلكم انا غسلته ازاي. 2 3 4 كده لغايه ما تلاقوا الميه بتاعتها نظيفه كده. خلاص كده بيبقى خلاص كده ده غسيل البسارية بتاعتي. ما تقلبوش فيه كتير علشان ما يتهريش مننا. وزي ما قلت لكم لما تيجوا تشتروا البسارية اشتروها طازه واشتروها حجمها كبير علشان تطلع بالنتيجه اللي انتوا شفتوها. خلاص كده انا بقى غسلتها بالليل وسبتها من بالليل للصبح علشان تصفي كل المية اللي فيها. بصوا اهم حاجة انك اما تيجي تخللوا اي ملوحة او فسيخ او الكلام ده كله لازم يكون متصفي من المية دي. انا سبتها من بالليل للصبح لغاية ما اتصفت خالص خالص وكبيت طبعا المية اللي فيها. بصوا ما فيهاش اي نقطة من المية زي ما انتوا شايفين. برضو زيادة تأكيد كده بمنديل ورق كده وهنشف كده لو في اي زيادة مية او اي حاجة كده، اي شوية مية تبقى موجودة من عليها. علشان خدوا بالكم اي مية في اي تخليل بيعفن الفسيخ او الملوحة او الكلام ده كله. مهم جدا يكون ناشف زي ما انتوا شايفين. بصوا البسارية مالية السوق، سعرها بسيط جدا على فكرة. يعني سعرها انا جايبة البسارية ب20 جنيه. انا مش عارفة عندكم بكام، بس في اقل وفي اعلى. بس هاتوها نوعها حلو، هاتوها حجمها حلو، هاتوها طازة.
البسارية ما بتاخدش اي حاجة يعني، حتى في تخليلها سهل جدا جدا. فالناس اللي بتشتري البسارية وبتشتري الحاجات دي انا بصراحة بستغرب عليهم، لان انا ما بشتريش الحاجات دي، انا بعملها وباكل منها. اولا نظافة، ثانيا توفير، حاجة كده انت عاملاها في البيت، حاجة مضمونة، وكمان بتبقى كتير يعني، بتقعد لما تاكلي منها مرة واثنين وثلاثة، فبتبقى حاجة حلوة قوي. بصوا خلاص كده هقول لكم بقى على خلطة التخليل. خلاص كده دي انا نشفتها. كل كيلو ملوحة هنحط 3 معالق كبار من الملح، دي بتبقى قاعدة. ده كيلو ملوحة، كيلو سمك بسارية، حطيت 3 معالق كبيرة من الملح، هحط معلقة من الشطة زي ما انتوا شايفين. طبعا هتعملوا 2 كيلو هتضاعفوا الكمية، هتعملوا نص كيلو هتقللوا الكمية. بس كيلو السمك بياخد 3 معالق كبار من الملح، معلقة كبيرة من الشطة، وهنحط شوية من البابريكا. البابريكا دي هي اللي خلت لونها احمر في اول الفيديو، وهوريه لكم تاني لما اجي اطلع منه. البابريكا بتدي لون حلو، اللي هو الاحمر بتاع الملوحه. لما بتيجوا تشتروها كده بتجيبوا البسارية بتلاقوها لونها احمر. انا كترت شويه من البابريكا، هي بتدي لون وبس. طبعا معلقه كبيره من الملح، و3 معالق كبار من معلقه كبيره من الشطه، و3 معالق كبار من الملح. هو ده كل مكونات الملوحه بتاعتنا. فضيت طبعا البسارية بتاعتي في طبق، وهحط عليه الملح وهقلب كله، بس اقلبه بالراحة لان البسارية حساسة جدا زي ما انتوا شايفين. وهقلب كويس كده علشان كله يبقى يختلط بالملح وبالخلطة بتاعتي. هحط كل الكمية طبعا، بس انا حطيت شوية شوية علشان بس الطبق الحاجة ما تطلعش من الطبق. هقلب كويس كده زي ما انتوا شايفين، وهقلب بالراحه علشان ما يتهريش مني السمك. بس عايزه اقول لكم ان انتوا لو جايبين نوعيه حلوه من السمك وماسك نفسه وطازه ما تقلقوش خالص منه. طيب انا كده خلاص قلبته تقليبه حلوه. هعمل ايه؟ انا عندي بقى ايه؟ بصوا البسارية عامه مش محتاجه حاجه يعني حاجه كبيره مقفوله او كده، لا. انا عندي هنا جردل من الصغننين دول، كان بتاع مربى تقريبا او مش عارفه بتاع ايه كده. انا هخليله بقى في كيس من بتاع التلاجة. انا كده هحط كل البسارية بتاعتي في الكيس. افضل تخليل هو اللي انا بوريه لكم دوت، ولا بيطلع ريحه ولا بيطلع اي حاجه خالص خالص خالص. مش هتحسوا اصلا ان انتم مخللين اي حاجه. وعايزه اقول لكم ان البسارية اساسا مش بتبقى زفره خالص، بتبقى ريحتها في منتهى الجمال لما بتتعمل. كيس التلاجة كده هحط فيه كل السمك. انا الجردل دوت ما هو اللي هو الصغنن دوت، ما هو غير انه هقفله وهيكتم لي الدنيا كده، مع ان هو ما فيش ريحه بس زياده تاكيد. خلاص انا طبعا زي ما انتوا شايفين هحطه في الكيس بتاعي، كيس التلاجة ده، كل كمية السمك. وزي ما قلت لكم عايزين تحطوا تعملوا كيلو تمام، عايزين نص تمام، عايزين 2 كيلو مفيش اي مشكلة. بنحط كل السمك زي ما انتوا شايفين كده. انا حطيت كل الكمية بتاعتي، هي خدت كيلو. وخلاص كده قبل ما اقفل بقى هحط شوية من الزيت حلوين كده، شوية من الزيت. اول حاجة ده بيلمع لي الملوحة قوي. وتاني حاجة انت مش بتحتاجي بقى لما بتيجي تطلعيها ما بتحتاجيش تحطي زيت ولا اي حاجة، انت بتطلعي وتحطي ليمون وتاكلي على طول. خلاص كده انا هحط شوية زيت من فوق كده، وهطلع الهواء من الكيس وهربطه زي ما انتوا شايفين كده، ربطه كده معتبره، واربطه ربطه حلوه كده علشان اطلع منه الهواء. خلاص كده دخلته كده في الكيس، وهقفل عليه كمان اهو. اي جردل عندي، اي علبه تلاجة، اي حاجه عندك ليها غطا مقفول كده، وتحكميه كده حكمه حلوه كده، ورحت قافله عليها. وخلاص كده ده خلاص كده البسارية بتاعتي هسيبها لمده 10 ايام. محدش يقولك البسارية بتتخلل في 3 ايام، ما تسمعيش الكلام ده. اوعوا حد يفتحها قبل 10 ايام. 10 ايام هتاكلي احلى بسارية. خلاص كده وهروح قافلاه كده يعني برضو زيادة تأكيد، ورحت حطاه برضو في كيس اكبر، وهسيبه كده خلاص 10 ايام ونسيه. وبعد ال10 ايام هتاكلي احلى بسارية دقتيها في حياتك، ولا هتشتري من بره اي بسارية تانية، وهتعتمديها. حاجة سهلة وبسيطة. بعد 10 ايام تعالوا بقى كده افتح لكم عليها واوري لكم الجمال. تعالوا بقى خلاص كده خلصنا ال10 ايام.
افتح لكم كده البسارية واوري لكم هي كده زي ما هي كده، وبعد 10 ايام انا هفتح لكم البسارية. وعايزه اقول لكم ان ريحتها في منتهى الجمال وطعمها في منتهى الجمال، حاجه كده جميله. بصوا لونها اصلا، بصوا لونها حاجه جميله. وما تشتروش بسارية تاني. وتقريبا كده يعني انتوا شفتوا تخليل البسارية عامل ازاي، ما بياخدش ولا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه ولا حتى مكونات، ملح وشطه وخلاص كده. اعملوا كل حاجه في بيتكم، كل حاجه في بيتكم، ما تشتروش حاجه من بره. وعملت لكم الفسيخ الكبير بالسمك البوري هنا على القناه. اللي ما دخلش القناه عندي يا ريت كده ياخد لفه في القناه، ويا رب تعجبكم القناه. واذا عجبتكم عايزاكم تدعموني وبلايك واشتراك وتفعيل جرس علشان كل جديد انزله يوصل لكم بيه اشعار. بصوا الجمال ما شاء الله، يعني حاجه كده جميله وريحتها تحفه. بصوا حلوة واللون حلو والريحة حلوة والطعم أجمل. بصوا كل سمكية كمان، كل بسارية بصوا طالعة ازاي لوحدها، يعني مش مهرية كمان. يعني انتوا بتمسكي البسارية كده لوحدها، وهدي شوية زيت طبعا من المعتبرين اللي كانوا متخللين بيها، الليمون زي ما انتوا شايفين كده. بصوا حلوة. وزي ما قلت لكم هاتوا البسارية الكبيرة شوية عشان تلاقوا فيها لحمة. كل اللي هتعملوه بس هتقطعوا بس الراس كده. بصوا انا عايزة اوريلكم اللحم بتاعها دايب ازاي، دايب دوب. وهتاكلوا احلى بسارية ممكن تاكلوها، يعني هتدوقوا احلى بسارية ممكن تاكلوها. دي كده كانت البسارية بتاعتي، وكانت طريقتي في البسارية. وزي ما قلت لكم عملت لكم الفسيخ. في اي وقت تحبوه اعملوا كل حاجة. السوق مليان بخيرات ربنا، واحنا شطار ونقدر نعمل كل حاجة. طلعوا الكمية اللي انتوا عايزينها كلوها، الباقي زي ما هو كده بتقفلوا الكيس عليه وتقفلوا البرطمان وتحطوه زي ما هو، سواء في التلاجة سواء على المطبخ. مش بيجراله اي حاجة، هو عامة ده ملوحة ما بيجرالهوش اي حاجة، وبتسيبوه كده. اهم حاجة ما تحطوش فيه ليمون ولا اي حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.